خليني اقول لحضراتكم النهارده بدأنا بفنون وبرضه بنختمه بفنون. وليه لا؟ التصوير ده فن هايل جدا. التصوير تجسيد لروح فنان من خلال أداة وهي الكاميرا. كل واحد بيصور وبيعملوا معارض للتصوير وبتأخذ الصور بتتعمل لها فوتو مونتاج، ممكن بتدي أبعاد تانية وبيقصوها بيعملوها وبيرجع يصورها تاني. موضوع كبير جدا، مش مجرد صور فوتوغرافية وبس. ولكن معانا، مش هطول عليكم، معانا ومعاكم الأستاذ محمد مبارك المصور الفوتوغرافي والصحفي بجريدة المساء العربي ومنظم ملتقى شعاع الفن. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ملتقى شعاع الفن وتشجيع المواهب الفنيه في اسكندريه، وزي ما بنقول دايما بدأنا اللقاءات النهارده بالفنون فعلا، وده نوع من انواع الفنون الجميله، وخصوصا اسكندريه لسه بقول هي لوحه طبيعيه، عاصمه الثقافه والفنون، ما فيش كلام يعني. ومعاك الكاميرا تقدر تجول بيها داخل شوارع اسكندريه اللي مليانه جمال، تقدر تصور اللي انت عايزه. صحيح. يمكن بالنسبه لملتقى شعاع الفن هدي نبذه بسيطه كده. ملتقى شعاع الفن هو ملتقى معني بالاعمال التشكيليه، رسم، تصوير فوتوغرافي، خط عربي، احيانا بعض الهاندميد برضه بنديهم فرصه ان هم يشاركوا معانا. الملتقى اتنظم 5 مرات، نظمناه 5 مرات في قصر ثقافه الانفوشي. النسخه الثانيه يمكن خصصناها للاحتفال باليوم العالمي لافريقيا. النسخه الخامسه اللي احنا بصدد الحديث عنها النهارده كانت تحت عنوان اسكندريه في القلب، اللي هو احتفالا بالعيد القومي طبعا لمحافظه اسكندريه، اللي هو شهر يوليو، معروف طبعا شهر اسكندريه. وجهنا الدعوه لكل الفنانين طبعا، المواهب الابداعيه والجروب طبعا، عندنا في فنانين كتير، فقلنا لهم انه لازم تعملوا اعمال عن اسكندريه ولوحات عن اسكندريه. ففعلا طبعا احنا كنا محضرين من بدري المعرض دوت، فكل الفنانين رسموا، معظمهم ناس جات لنا من بره، من كفر الشيخ، في ناس جات من المنصوره، في من القاهره. كل اللوحات كانت اسكندريه. القلعه بقى، قلعه قايتباي، البحر، الكورنيش، الترام الزرقاء، الترام الصفراء. فكان معرض الحقيقه معرض راقي ومعرض موفق، بشكرهم كلهم الحقيقه، بشكر كل الفنانين اللي شاركوا معانا الصراحه. بتهدفوا لايه من خلال الملتقى ده؟ الملتقى طبعا بيهدف لدعم المواهب الابداعيه، اكتشاف الفنانين التشكيليين اللي هم طبعا لسه في البدايات. بيشارك معانا في برضه من كليات فنون جميله برضه طالبات بيعرضوا معانا، في مواهب صغيره اطفال بيعرضوا برضه معانا، في كبار، في متخصصين، يعني مفتوح للجميع. على فترات متباعده بنحاول نربط الملتقى بالاحداث، يعني مره اليوم العالمي لافريقيا، مره عيد اسكندريه القومي، مره اكتوبر، مره ظهور. انتوا بتختاروا الفنانين اللي هي بتشارك في هذا الملتقى؟ بيتم اختيارهم ولا بيبقى اي حد عنده لوحه لاسكندريه؟ اي لوحه لاسكندريه، الموضوع مفتوح، ان هو بيبعت لنا رساله مثلا على صفحه الجروب على الفيسبوك وبنتواصل معاه، يعني بنشوف تقييم اللوحه ممتازه مناسبه، بيقدر ان هو يشارك معاه. وحتى لو مش مناسب برضه بنحاول ان احنا نديله فرصه، يعني ما بنحاولش اننا نقفل الباب يعني لحد، لا يعني كله بيشارك معانا. ايه الرسائل اللي بتهدفوا ليها من خلال هذا الملتقى؟ والله هو الملتقى طبعا احنا اهم حاجه هو طبعا الارتقاء بالذوق العام، طبعا دي اهم حاجه. التغذيه البصريه، وان انت المواطن اللي بيجي ده بيتفرج، بيشوف اللوحه، بيقول بيستمتع باسكندريه من خلال بقى الفن التشكيلي، من خلال اللوحه، من خلال التصوير الفوتوغرافي. طبعا الصوره الفوتوغرافيه بيبقى فيها ابعاد تانية غير الحقيقه، يعني الفنان الفوتوغرافي بيجيب مواطن الجمال في المكان. يعني ده انا ممكن العب بالاضاءه، ادي تعابير فنيه واحساس اكيد طبعا للصوره، وزي ما حضرتك قلت في فوتو مونتاج وفي قط وفي زوايا تانية من الصوره دي. لا، وممكن اخلي وش بريء شرير باضاءه احيانا، صحيح. وممكن ان انا مثلا احط اضاءه عليا معينه ابان مرعبه لما اكون عايزه ادي افكت معين. وممكن كل ده يحمل في حاجه، يعني مثلا من خلال وجه معين يحمل حاجه، بس هي اسمها ان الطبيعه الانسانيه قد تحمل الخير، قد تحمل الانسان مش ثابت على طول الوقت على وجه معين. بس من خلال الكاميرا ممكن انقل الرساله دي واقول التقلبات البشريه والتغيير في النفس البشريه من خلال لعب باضاءه، وممكن اقنعك ان انا الوش ده يبقى
قبيح، ممكن يبقى جميل، ممكن يبقى شرير، ممكن يبقى ملاك، ممكن يبقى كده. الكاميرا تقدري تعملي فالشكل ده اخر حاجه نحكم عليها، ده الرساله اللي انا بقولها. صحيح بالفعل. يعني اخر حاجه تحكم عليها في انسان شكله. ليه؟ لان قد يتغير هذا الشكل بمرور الزمن، قد يتغير بفعل اضاءه، قد يتغير بحاجات صحيح. كتير جدا. دي فلسفه بقى النهارده جايه اقولها لكم. دي صح، صحيح صحيح. ده اخر حاجه تحكموا عليها شكل الانسان، اخر حاجه. قد يظهر المظهر الجميل وداخله حاجات ثانيه، وداخله وحش يعني. بالظبط صحيح فعلا. يعني التصوير الفوتوغرافي، الرسم، الحاجات دي كلها فنون بترقي من الذهن والعقل وحاجات كده. طيب خططكم المستقبلية؟ والله خططنا المستقبلية يمكن احنا نظمنا ال5 ملتقيات كلهم في قصر ثقافة الأنفوشي. طبعا بحيي أستاذة أماني عوض طبعا في قصر ثقافة الأنفوشي، بتساعدنا دايما هناك. يمكن الخطة المستقبلية ان احنا عايزين نخرج شوية من إطار اسكندرية، ونبدأ ننشر الملتقى في أماكن أخرى يعني خارج اسكندرية. يعني أنا سعيدة قوي بالحركة الفنية في اسكندرية، وسعيدة بوزارة الثقافة في اسكندرية ووزارة الشباب برضو. مراكز الشباب فاتحة أبوابها للشباب بشكل صحيح. جميل. بس انتوا روحوا وخلي عندك إصرار. الناس راعين الفن. في اسماء في اسكندريه، الاستاذه اماني عوض في قصر الاسم بيتكرر قدامي كتير. صحيح. مايسترو شريف سلام، الناس صحيح. اللي هم ماسكين حاجات وهممهم قوي قوي المواطن الاسكندري، بيروحوا يفتشوا على الجمال فين. حضرتك من احد الشخصيات الاكتف قوي في مجال الفن والتصوير الفوتوغرافي. طبعا شكرا جزيلا. وهو ده دورنا، يعني دورنا ان احنا نكتشف المواهب وننشرها طبعا، ولازم ننشر الجمال والفنون. ده حقيقي. يمكن برضو الحركه الفنيه في اسكندريه انا شايفاها في حركه ازدهار، مزدهره. يمكن الفتره ديت في طبعا امسيات شعريه، في ندوات ادبيه، في يمكن كمان كان امبارح معرض مكتبه اسكندريه، طبعا معرض مهم، معرض الكتاب، معرض مكتبه اسكندريه للكتاب. فده برضو احداث كلها يعني شغاله في الحركه الثقافيه، الحقيقه مزدهره في بتشجعوا الولاد والفنانين ازاي؟ والله يمكن احنا الصراحه الاسر هي كمان عليها دور مهم جدا. الاسر بتشجع ابنائها وبتشجع اولادها. كانوا معانا كمان في المعرض، فده كان شيء رائع جدا الحقيقه. الاب والام بيشجعوا اولادهم بشكل هايل، بيخرجوا اللوحه بحاجه ممتازه، وبيساعدوا كمان بلوحتهم لما بيجوا معانا في المعارض وبيحضروا. انت عارف حضرتك انا فرحانه بحضرتك ليه وبالناس اللي بتشتغل، عشان دايما كنا بنشوف حاجه كده زمان، ان الولد الصغير او البنت نفسك تلاقي ايه؟ دكتور، نفسك تلاقي دكتوره. فتيجي البنت تكبر تخش كليه تانية تتحطم كل املها. طب ليه ما ترغوش هوايه معينه لاولادكم من هم صغيرين، بحيث ان هو لو ما طلعش دكتور ولا مهندس ما يتحطمش واحلامه تضيع. قد يكون ابنك فنان واسم كبير جدا وانت بنظرتك المحدوده، فكون في اهالي بتاخد ولادها وبتوديها اصول الثقافه. يعني معنى كده في اسره فاهمه، في اسره متحضره بتاعي الفن وبتقدر قيمته. صحيح صحيح. يمكن عايز احكي على بعض المواقف من الاسر اللي هم بيقولوا كان في طفل عندهم ان هو بيحاول ان هو يرسم وعايز يرسم على الحيطه، فهم ما حاولوش ان هم يضربوه او يأذوه، بالعكس جابوا لوحه كبيره وحطوها على الحيطه وقالوا له لو عايز ترسم ارسم هنا في المكان ده. فبدأ ان هو يرسم على الورق ويرسم وكأنه هو ده المرسم بتاعه. فده تحيه كبيره الصراحه للاسره اللي عملت كده. والله حضرتك برضو طرقت موضوع هام جدا، ضرب الولاد. يعني صحيح. ده مهم قوي ان احنا ما نضربش ولادنا ونديهم القدره على الابداع والابتكار. مفيش عيل جبان هيطلع فنان، مفيش عيل جبان هيطلع شخصيه كويسه. تضربوش ولادكم، اتعاملوا معاهم برقي شويه. يعني خلي الرحمه في قلوبنا. ده احنا بنقول ما نضربش الحيوان، بالك انت بتضربي ابنك بكل ما اوتيتي من قوه. هو شايف كائن صغير، بيشوفك عملاق قدامه. وبشوف الكلام ده في المولات زي ما بقول، ان مجرد ما الطفل بيوقع حاجه بتلاقي الام نازله عليه، بتلاقي ثوره صحيح من الامهات، والعيل يعيط عياط رهيب. فالمشهد ده عايزين ننساه شويه عشان نطلع جيل فنان ونطلع جيل سوي نفسيا.
بكل الشكر والتقدير الأستاذ محمد مبارك المصور الفوتوغرافي والصحفي بجريدة المساء العربي ومنظم ملتقى شعاع الفن. نشكرك يا فندم وميرسي على هذا اللقاء الممتع. شكرا لحضرتك، أنا اللي سعيد بيكم. شكرا. مشاهدينا في كل مكان، بكده تكون حلقتنا النهارده يا رب تكون حازت على إعجاب حضراتكم. أنا بشكركم وإلى اللقاء، وصباحنا أحلى دايما بيكم وليكم.